بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجايب. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا للبابا شنودة، وبتوضح ازاي ان الشفاعة والايمان من القلب ان ربنا بشفاعة القديسين يقدر ان هو يشفي من الامراض بتكون كويسة جدا جدا وبتكون مستجابة عند رب المجد. بس لازم تكون بثقة وايمان من القلب ان ربنا بشفاعة القديسين دول هيستجاب لطلباتنا. وقبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجايب. تعالوا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة بتاعت النهاردة. بتقول ايه معجزة النهاردة؟ بتحكيها تصوني مونيكا، دي تصوني في دير الشهداء من إسنا. بتحكي تصوني مونيكا وبتقول ان المعجزة دي حصلت يوم الثلاث الموافق 8/5/2012 بعد وصولها القاهرة وإقامتها في كنيسة الزيتون. وتصوني كانت مصيبة بسرطان في الكلى اليمين وغضروف في الظهر في الفقرات القطنية و22 حصوة في المرارة، يعني كانت صعبة جدا جدا، والأمراض اللي كانت عندها كتير جدا وصعبة خالص يعني. وبتكمل بتقول أول ما وصلت القاهرة رحت للزيتون وكشفت عند الدكتور الجراح أشرف أبادير، وقال لها كل اللي هنعمله دلوقتي هو ان هما يشيلوا المرارة لان هي بتسبب آلام كتيرة جدا جدا جدا، وبعد كده هنبدأ في العلاج الكيماوي. والكلام ده كان يوم السبت. وفي يوم التلات اللي بعديه اللي هو الموافق 8/5 بالظبط، تحديدا الساعة 3:30 الفجر، بتقول تصوني مونيكا ان هي حست بآلام رهيبة جدا لدرجة الموت. وفي اللحظة دي قعدت تصلي بإيمان وبثقة من جواها، وقالت لربنا يا رب انت وعدت وقلت لا تصيبنا اكتر من احتمالنا، واللي انا شعره وحاسه بيه دلوقتي اكتر من احتمالي. وقالت لربنا انت اديني احتمال او تاخدني عندك. وبتقول في اللحظة دي كان قدامها صورة لقداسة البابا شنودة الثالث، فبتقول عاتبته وقلت له انت من ساعة ما تنيحت وانا بسمع معجزاتك وبسمع ناس كتير بتتكلم عن المعجزات اللي انت بتعملها وشفاعتك قوية جدا جدا، فانت ليه سايبني لكل الالام دي؟ قالت له مش انا برضو بنتك وتبعك، والمفروض اكون ان انت يعني تاخد بالك مني، انت ابويا وانا بنتك فتاخد بالك مني. وبتقول في الوقت ده حست بدوخة شديدة جدا جدا، ونامت من الساعة 3:30 لغاية الساعة 4:15. بتقول في الوقت القصير والصغير ده حلمت ان هي في مكان واحد هي وقداسة البابا شنودة الثالث. وبتقول ان هو كان لابس الزي بتاع الاعياد، يعني لبس الملوك في القداس، اللبس اللي هو الملكي ده اللي البابا شنودة كان بيلبسه في القداس في العيد. فبتقول قعدت في مكاني وقلت له يا بابا شنودة، وما كنتش اكرر الكلمة دي، يعني ما لحقتش ان هي تكرر الكلمة دي ان هي بتنادي عليه. بتقول لقيته بيقول لي تعالي يا تصوني مونيكا، تعالي انا جاي مخصوص علشان اخدك. بتقول فرحت كتير جدا باللي حصل ده، لان انا هستريح من الالام والتعب وكل الاوجاع اللي عندي والامراض الكتيرة دي وهموت، والبابا شنودة جاي علشان ياخدني. وبتقول في اللحظة اللي قال لي فيها تعالي جسدي اتحول من جسد عادي بتاع البشر العادي لجسد نوراني طالع منه نور سماوي، وحسيت بفرح وبهجة وسرور تعجز الكلمات عن التعبير عنها. ولقيت نفسي في لحظة اتغيرت من جسد عادي لجسد طفلة صغيرة حوالي من 3 ل4 سنين، وبرضو كان الجسد بتاع الطفلة ده نوراني كده وطالع منه نور جميل جدا. بتقول جريت على قداسة البابا واخدني في حضنه وانا كنت طفلة صغيرة، وضغط بايده على ظهري جامد جدا، وايده اليمين ضغط بيها على الكلية اليمين،
وضغط على بإيده على الكلية دي بصورة رهيبة جدا جدا، لدرجة ان انا مش قادرة اتحمل ضغطة ايده من الامراض الرهيبة اللي عندي دي. تقول كان ضاغط عليا بايديه الاتنين وعلى ظهري، وهي كان عندها الغضروف وكمان عندها سرطان في الكلية اليمين. فبتقول كل الضغطة دي كانت تعباني ومحسساني بآلام رهيبة جدا مش قادرة احتملها. وبعد كده صحت الساعة 4:15 وهي حاسة بفرح وسلام غريب جدا وإيمان وكلها ثقة، وحاسة ان هي شفيت من جميع الأمراض اللي كان عندها السكر والنقرس وسرطان في الكلية اليمين وكمان الغضروف في الفقرات القطنية. صحت من كل الأمراض دي وشافت منها تماما، فضلها شيء واحد بس، هي المرارة. وراحت كشفت فعلا، والدكتور عمل لها عملية بالمنظار واتشالت المرارة وانتهت كل الآلام اللي عندها، وعملت أشعات وتحاليل عشان تتأكد من الأمراض اللي فاتت اللي هي السكر والنقرس والسرطان والغضروف. لقت ان هي شفيت تماما من كل الأمراض دي، وشكرت ربنا جدا ان هو ما سابهاش، وان هي بسبب ايمانها وثقتها اللي كانت جواها والشديدة في ربنا ان هي ربنا هيشفيها ومش هيسيبها للآلام دي. وحست كمان بأبوة البابا شنودة حتى بعد نياحته، لان البابا شنودة كان بيحب الراهبات جدا ويسأل ويطمن عليهم. حست بأبوته وان هو ما سابهاش حتى بعد نياحته، ولما طلبت منه ان هو يشفيها فعلا جالها وزارها وشفاها من كل الأمراض الكتير اللي كانت عندها دي. معجزات البابا شنودة وشفائه للأمراض ما بتنتهيش أبدا، وخاصة بعد نياحته. بتحكي واحدة ست بتقول إن هي كان عندها غدة أسفل الرقبة، وراحت للدكتور عشان تكشف، وأخدت العلاج من حوالي 10 سنين على فترات متقطعة يعني كده. وفي ليلة طلبت شفاعة البابا شنودة الثالث، لكن كان بعد نياحته. وبنتها كانت في اوقات في ال3 ايام بتوع النياحة راحت اللي هي لزيارة جسد البابا شنودة وهو على الكرسي، وجابت لها معاها منديل كان محطوط على جسد البابا شنودة الثالث، اخد بركة يعني. فاخدت الست دي جزء من المنديل وحطته على مكان الغدة اللي هي في رقبتها دي لمدة 3 ايام، وهي بتبكي وبتطلب بحرارة شديدة جدا من ربنا ان هو يشفيها بشفاعة البابا شنودة الثالث. وكانت كل ليلة بتيجي تصلي يعني بتحس كأن في شخص بيقطع حاجة من رقبتها، يعني بتحس بألم كده، بس بتحس ان في حاجة بتتشال من رقبتها. وبعد 3 ايام حست براحة كبيرة جدا، وحست ان هي شفيت تماما وان مفيش اي ألم موجود عندها، لان الغدة دي كانت بتسبب لها ألم كبير جدا. وبعد حوالي 3 ايام راحت للدكتور علشان تكشف وتشوف ايه الموضوع وصل لايه. فكشف عليها الدكتور وقال لها ان هو مش لاقي الغدة وان هي مش موجودة. وقبل كده وهي بتطلب من البابا شنودة يعني ان هو يشفيها، كانت ندرت تمن تكلفة العملية اللي كان الدكتور قايل لها عليها ان هي هتحطه عند جسد البابا شنودة في المزار في دير الأنبا بشوي. وتقول ان المعجزة حصلت اثناء ما هي كانت بتتشفع بالبابا شنودة وبتطلب منه ان هو يشفيها، وبتطلب من ربنا بشفاعة البابا شنودة انه يشفيها. في اليوم ده كانت موجودة يعني في الأوضة بتاعتها وقاعدة على السرير بتاعها، وكانت شامة ريحة بخور جميلة جدا مالية الأوضة بتاعتها من الساعة 5 الصبح لغاية الساعة 6 الصبح، وكانت بتصلي بحرارة جدا. وفي الوقت ده بتقول نزلت الغدة بالدم وهي موجودة معاها، وشكرت ربنا جدا جدا على محبته ليها ان هو بشفاعة البابا شنودة شفاها من الاوجاع بتاعتها ومن الغدة دي. وبشفاعة البابا شنودة الغدة ما بقاش ليها اي اثر واتشالت لوحدها يعني.
شفاعة البابا شنودة جميلة جدا جدا وعظيمة، وكمان كل القديسين. مش معنى ان هم مش موجودين معانا على الارض او انتقلوا ان هم بقوا بعاد عننا ومش بيسمعونا، بالعكس دول بقوا قريبين مننا اكتر، وشفاعتهم لينا بتزيد اكتر واكتر وبتكون مستجابة اكتر عند رب المجد. شفاعة البابا شنودة وكل القديسين تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، واذكروني دايما في صلواتكم. سلام.